دايما بنحن لأيام زمان، أيام البال الرايق والحياة البسيطة بكل تفاصيلها، وبنحاول من وقت للتاني نرجع نفتكر ذكريات حلوة. بس المرة دي مش هنرجع لوحدنا، لا، هنرجع كلنا راجعين. راجعين مع دعاء عبد الملك. راجعين. راجعين إعداد الكاتب الصحفي وسام سعيد، هندسة صوتية محمد الجرواني. راجعين مع المخرج عمرو عبدو دياب. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا، مساء مصر الجميلة، مصر زمان والنوستالجيا الحلوة. بكون معاكم دعاء عبد الملك وراجعين. في كلمة وعبارة على طول بنسمعها كمصريين، إن رمضان في مصر حاجة تانية. العبارة دي مش بتتقال كلام إنشا ولا من قبيل الفخر ببلدنا، العبارة دي بنسبة كبيرة حقيقية، وشاهد عليها أكتر من أخ عربي من جنسيات مختلفة جم مصر وشافوها في رمضان، وعاشوا في شوارعها السهرانة، وصلوا التراويح في جوامعها العمرانة، وشربوا الشاي بالنعناع على قهويها، وتسحروا فول كريمة وبالزيت الحار بعيش بلدي. حلقتنا النهاردة برا البيوت، عن رمضان زمان في القهاوي والحارات والمطاعم والمحلات. هنفتكر مع بعض رمضان في الثمانينات في الشارع المصري. شهر مبارك وبقاله زمان، محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي. وقبل الثمانينات والتسعينات بكتير كان بين المصريين وبين رمضان قصة عشق كبيرة بدأت من العهد الفاطمي، ومعظم طقوس رمضان القديمة الجميلة اللي كلنا عارفينها بترجع لمصر الفاطمية. علشان كده المصريين بيعرفوا يحتفلوا برمضان ويحسسوا نفسهم بالفرق الكبير بينه وبين الأيام العادية. ومن قبل رمضان بحوالي أسبوعين كنا نلاقي الفوانيس بتلالي وهي متعلقة أشكال وألوان ومن كل الأحجام على واجهات المحلات، والناس عليها بالطوابير، وبالذات الفانوس المعدن القديم اللي له أبواب قبل ما يظهر الفانوس اللي بيشتغل ببطارية. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف تعريس يا ولاد، حنزف تعريس. ومن أول ثانية في أول دقيقة من الشهر الكريم بيتلكك كل المصريين للفرحة، وتلاقيهم علقوا الزينة وركبوا الأنوار في كل الشوارع والميادين، وما بقاش فيه لا حارة ولا شارع ولا زقاق واحد ضلمة. وليلة رمضان تقدر تميز الشارع المصري من مجرد التمشية فيه، والزحمة والطوابير اللي على عربيات ومطاعم الفول والطعمية ومحلات الألبان والزبادي، لدرجة إن كان في خروجة ثابتة عند كل أسرة مصرية إن رب الأسرة ياخدهم في العربية وينزلوا يتمشوا ويتفرجوا على الأجواء الرمضانية. وكان كل اللي يشوف الشارع المصري قبل المغرب ما يشوفوش بعده. في المواصلات كنت تلاقي الناس ساكتة وروحها في مناخيرها، وبيفكروا بعض لو حصل خناقة بين السواق وبين واحد من الركاب، وتلاقي الكل عمال يقول رمضان كريم ويترد عليه الله أكرم. أهو جه يا ولاد، عيطوا يا ولاد، أهو جه يا ولاد، صعبوا يا ولاد، في كل عام ويانا معاه، وعمره ما بيخليكش معاه، في كل عام ويانا معاه. وقبل المغرب بساعتين بتتنصب موائد الرحمن في كل حتة، ترابيزات جنب بعضها وشكلها يشرح القلب، وعليها المفارش الخيامية الرمضانية الحمراء، وتترص عليها شفاشق المية والكوبايات. ولما يبقى فاضل على المدفع والأذان دقايق بيكون المنظر أحلى وأحلى، لما يترص الناس جنب بعضها وبكل حب صحاب المائدة يخدموهم ويصبوا لهم العصير وينزلوا أطباق الخضار واللحمة والرز والعيش، وفي الخلفية صوت إذاعة القرآن الكريم شغال، وجايبة حد من المقرئين الكبار زي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ مصطفى اسماعيل، وابتهالات الشيخ النقشبندي أو نصر الدين طبار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
على فكرة، على قد زحمة الشوارع ساعتها وتكدس العربيات عشان كله يلحق الفطار، إلا إن الشوارع بتكون في أحلى وأجمل صورها، لأن في اللحظات الجميلة اللي بتكون قبل الأذان بساعة بتشوف بياعين الصوبيا والتمر هندي وبياعين الترش الأحمر اللي بيبقوا معلقين الأكياس زي الكلوبات منورة وجواها أحلى تشكيلة جزر وخيار وفلفل ولفت في العالم. والغريب بقى إن رمضان شهر الأكل والشرب، إلا إن الفترة دي كانت من أضعف المواسم على المطاعم، لأن ثقافة المصريين في الثمانينات والتسعينات ما كانش فيها فكرة حجز الفطار في المطاعم زي دلوقتي. كان الفطار في البيوت وسط العيلة والأهل مقدس وثابت. علشان كده كانت المطاعم بتريح عن الأيام العادية في السنة، ونشاطها بينصب أكتر على وجبات السحور. ومن أجمل المظاهر الرمضانية من زمان لحد دلوقتي حرص المصريين على صلاة العشاء والتراويح في الجوامع، اللي كنت بتلاقيها جايبة أجمل القراء والأئمة وبيصلي وراهم المئات في كل جامع وكل زاوية، لدرجة إن البياعين والمحلات بيبقوا حاسين بالبركة ومتونسين ومتدفيين بصوت القراءة والصلاة لحد ما تخلص. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، هل لي ألوذ به إلاك يا سندي. ومن المظاهر المهمة اللي ما تتنسيش أبداً في رمضان زمان القهاوي، اللي تقريباً بتكون كلها كومبلي. فبمجرد صلاة العشاء والتراويح ما تخلص كانت القهاوي بتتملي بعدها بنص ساعة، وهاتية مشاريب للصبح، شاي بنعناع وقهوة وشيشة ولعب طاولة ودومنة وفرجة على مسلسلات أسامة أنور عكاشة الجديدة بتاعت السنة وإعلانات رمضان الجميلة، لدرجة إنك لو ماشي في الشارع كنت بتسمع صوت واحد طالع من كل البلكونات والشبابيك والقهاوي، لأن البث كان واحد والقنوات والبرامج كانت واحدة. وكان حوالين القهاوي تسمع صوت شخشخة كوبايات وصاجات كل بياعين العرقسوس والتمر هندي والخروب والدوم، وعمالين يسقوا الصايمين في الكام ساعة بتوع الليل. وقرب ميعاد السحور تبدأ عربيات الفول تتحول لكتل من البشر، وكل ما يقرب الميعاد من الفجر بتتزحم أكتر. عربيات الفول من زمان ولحد دلوقتي طقس مصري ثابت ما بيتغيرش. طب والقهاوي خلاص كده؟ أبداً، بيرجع لها الصايمين تاني بعد السحور، لزوم الحبس وشرب الشاي والقهوة قبل ما يصوموا تاني، وبتبدأ القهوة تشطب وتقفل ويمسحوا الأرض بمجرد ما الفجر يأذن، والناس تقوم علشان تعيد نفس الدورة تاني يوم من بعد المغرب. كنا حننسى أهم مظهر رمضاني في الشارع المصري، الكنفاني، الكنافة الشعبي أو البلدي، حاجة جميلة من ريحة العهد الفاطمي، زيها زي الفوانيس وبتوع اليميش والبلح. كان الكنفاني بينصب نصبته في رمضان بس ويختفي طول السنة، وغالباً بيكون راجل كبير مش شاب صغير، لأن الشغلانة دي عايزة حرفة وإيد خفيفة وتمكن، علشان يغزل من العجينة خيوط رفيعة جداً جنب بعضها وكلها تستوي وتنشف ويرجع يلمها بس بطريقة معينة. وكان بيتلم حواليه زباين كتير ياخدوا منه كنافة وقطايف ويعملوها في البيت. آخر معلومة طريفة حابة أقولها لكم، إن الزبادي الرمضاني كان بيتعمل في الحارات الشعبية عند الأفران مش في محلات الألبان والسوبر ماركت، لأنه كان بيتعمل في البرام الفخار، وكان بيبقى طعمه أحلى وعلى وشه طبقة قشطة أجمل من الزبادي نفسه. رمضان أيامه ولياليه جميلة، ومهما قلنا مش هنخلص كلام عنه. ونتقابل في حلقة جديدة وراجعين دعاء عبد الملك. راجعين مع دعاء عبد الملك. راجعين.